أنا دكتورة سلمى، دكتورة صيدلانية. دي قناتي بقدم لكم فيها معلومات مهمة ومفيدة جدا، ما تنسوش تتابعوني. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن روتين البشرة المفروض يكون عامل ازاي. في الفيديو ده هنتكلم عن أول خطوة من روتين البشرة وهو الغسول. الغسول ده أول حاجة في الروتين بتاعي، وده بستخدمه صبح وليل. طيب هي ايه فايدة الغسول ده يا ترى؟ الغسول ده وظيفته ان هو بيشيل الجلد الميت وبيشيل اي دهون زيادة موجودة على البشرة، وخاصة مع البشرة الدهنية، وكمان بيشيل بقايا الميك اب. الغسول ده بيساعد على تنظيم افرازات الدهون، وكمان الغسول بيحضر ان البشرة تستقبل المنتجات اللي هتستخدمها بعد كده بطريقة افضل وتساعد على امتصاصها اكتر. الغسول ده في منه اشكال كتير جدا، وعلى حسب نوع بشرتي بختار الشكل المناسب ليا. اول حاجه لو انا بشرتي دهنيه، يا ترى ايه مواصفات الغسول اللي المفروض استخدمه؟ اول حاجه المفروض الغسول يعملها وهو المفروض ينظم افرازات الدهون. تاني حاجه المفروض يكون فيه خصائص مضاد للبكتيريا، ومفروض كمان يكون فيه خصائص مكشره، وكمان يكون مضاد للالتهابات. وكمان القوام بتاعه بيكون جل، فوم، سائل بيطلع رغوه مثلا، لكن ما يفضلش اللي هو يكون قوامه تقيل عشان ما يأثرش على البشره بتاعتي بالسلب. هيظهر دلوقتي قدامكم اسماء الغسولات للبشره الدهنيه. في منها غسولات اقتصاديه، يعني بيكون سعرها رخيص شويه على متناول اليد، وفي منها غسولات بتكون سعرها غالي شويه. فعلى حسب الميزانيه بتاعتك هات الغسول المناسب ليك. كمان البشرة الدهنية ممكن تستخدم صابون، زي صابون مثلا ناتري او سينوبار او ستارفيل او ترايتكت سوب او اكرين سوب. طب ايه الفرق بين الصابون والغسول؟ يعني استخدم انهي افضل؟ استنوا الفيديو الجاي هقول لكم استخدم ايه، الصابون ولا الغسول، وهقول لكم الفرق بينهم. تاني غسولات هنتكلم عنها وهي غسولات البشرة الجافة. البشرة الجافة عامة بتحتاج غسولات قوامها كريمي شوية او زيتي مثلا، بحيث ان الغسولات دي تدي ترطيب مع التنظيف، ما تنشفش البشرة اكتر ما هي ناشفة. فدلوقتي هيظهر قدامكم غسولات بتكون اقتصادية مناسبة للبشرة الجافة، وكمان في غسولات غالية مناسبة للبشرة الجافة. فعلى حسب ميزانيتك برضو بتجيب الغسول المناسب ليك. في برضو صابون مناسب للبشرة الجافة، زي مثلا صابون ايه، زي صابون الجليسرين او ممكن صابون الدوف. وفي برضو صابون بتاع افين وصابون بتاع بايوديرما، بس انا كسلمى بفضل الغسول اكتر يعني. تالت حاجة هتكلم عليها وهي غسولات البشرة العادية. البشرة العادية مش بتحتاج تنظيف قوي ولا بتحتاج ترطيب قوي، هي اصلا بشرة ما فيهاش عيوب، بس من خلال التجربة انا بختار الغسول المناسب ليا. طيب احنا عايزين برضو امثلة على غسولات مناسبة للبشرة العادية. رابع حاجة اتكلم عنها وهي غسولات البشرة المختلطة. البشرة المختلطة دي بصراحة محيرة شوية، في عندها جزء دهني وعندها جزء جاف، فانا محتارة استخدم انهي غسول يعني. تمام، غسولات البشرة الدهنية تنفع مع غسولات البشرة المختلطة عادي جدا، بس اهم حاجة ان يكون الغسول ده ما ينشفش البشرة، عشان لو هي مثلا بشرة مختلطة مايلة للجفاف واستخدمت غسول ادى الى تنشيف البشرة في الجزء الجاف ده، فالجزء الجاف ده هيجف اكتر، فممكن يعمل التهابات اكتر. ولو حابين تعرفوا اكتر على انواع البشرات، في فيديوهات انا عملتها قبل كده. في فيديو بيتكلم عن انواع البشرة، وفي فيديو بيتكلم عن الروتين الخاص للعناية بالبشرة عامة. هسيب لكم اللينك بتاعهم في الديسكريبشن تحت. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. دمتم بخير وبصحة كويسة دايما.